ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد في حلقات تنعيم البشرة الاحترافي. تمام. زي ما قلنا في الدروس اللي فاتت ان في كذا طريقة للتنعيم، وفي كذا حاجة اكستنشن للفوتوشوب شبه الحاجات الموجودة دي هنا. تمام. طبعا شرحنا كذا حاجة قبل كده، فاحنا درس النهارده هنشرح أداة الريتاتش برو. هنشتغل على الصورة دي زي شبه ما انتم شايفين كده. هنيجي هنفتح الريتاتش برو معانا، هنخش على frequency saturation aspiration saturation على حسب بقى ما كل واحد بينطقها. تمام. فهنيجي عند اللاير ده كده وهنبدأ ان احنا نشتغل التنعيم بتاعنا عادي جدا. تمام. ميزة الريتاتش برو اللي هو دوت ان هو بيشيلك اي حاجة في البشرة، ايا كانت حبوب، بقى اي حاجة في البشرة، وبيسيب المسام بس يعني. هنشتغل مع بعض كده ونشوفه ايه اللي هيحصل. تمام. هنبدأ ننعم كده واحدة واحدة بالشكل ده. زي ما انتوا كده ملاحظين ان في النمش والحاجات اللي في البشرة بدأت تروح معانا. تمام. دي ميزة الريتاتش برو. تمام. تبدأ تشتغل كده واحدة واحدة، هتلاقي كل حاجة في البشرة بتروح معاك من غير ما تتعب نفسك ولا تضيع في وقت. تمام. يعني هي في خطوة واحدة هتلاقي ان انت انجزت على طول. تمام. سيبها كده تحمل كده دقيقة ثواني عشان الجهاز عندي يعني إمكانياته ضعيفة شوية. فهنيجي كده بص نشوفه قبل وبعد. نقرب شوية من المكان اللي احنا اشتغلنا عليه. هنلاقي ان هنا ايه، تفاصيل المسام باينة. تمام. قبل وبعد مفيش اي حاجة مثلا ساحت على التانية او حاجة شبه كده. تمام. هو شال بس الحبوب والحاجات اللي في البشرة وساب لنا المسام. تمام. يعني كل اللي عليه اللي هو هنا الحاجات دي اوت اوف فوكس، هنا الحتة دي فوكس شوية، فهو اكتر حتة باينة الحتة دي. تمام. هنكمل الصورة بتاعتنا ونرجع لكم تاني عشان ما يبقاش وقت الفيديو طويل عليكم، وعشان نبقى شايفين النتيجة النهائية مع بعض. ورجعنا لكم بعد ما خلصنا التنعيم بتاع البشرة بالشكل ده. تمام. هنقرب كده مع بعض عشان نشوفوا احنا عملنا ايه وايه اللي تم. تمام. هتلاقي ان زي ما قلت لك كده المسام بس اللي موجودة في البشرة. تمام. كل ما كانت الصورة بتاعتك الكواليتي بتاعتها اعلى وشارب اعلى، كل ما هتطلع الصورة بتاعتك النتيجة النهائية بتاعتها احسن بشكل نضيف. تمام. هنبص على كده قبل ما نشتغل. تمام. نرجع كده نكبر الصورة بتاعتنا، وده بعد، ده قبل، ده بعد، ده قبل. كل اللي عليك ان انت عشان تطلع النتيجة بشكل كويس، تمام، ان انت هتظبط الادوات اللي فوق دي بتاعت البرش عشان تطلع الصورة بشكل كويس. الميكس ما تخليهوش يعني اقل من 90 او 95 يفضل يعني، والاعدادات شبه ما هي موجودة كده. تمام. عشان كل ما هتلعب في الاعدادات دي هتعمل ميكس مثلا هتلاقي الاماكن بتخش على بعضها والمسام بقت ضايعة خالص. تمام. احنا بعد ما خلصنا الصورة كده ممكن نلاقي مثلا ان البشرة بتاعتنا التنعيم بتاعها اوفر شوية، ممكن نقلل من هنا. هنخليها 85 كويس. تمام. او نخليها 90 بالشكل ده عشان ال- النمش ما يبدأش يبان معانا. تمام. نبص على الشرب. تمام. 100 100.
وعاملين دمج للاتنين لاير مع بعض، هنعمل دبل لاير، وهنيجي نختار linear light بالشكل ده. تمام. وهنيجي عند filter other هيبقى، وهنبدأ نشوف الشارب بتاعنا اللي الصورة بتاعتنا محتاجاها. أهم حاجة بس ما نزودش عن 3 في هنا، عشان هتلاقي الصورة بتاعتك بدأت تبقى شكلها وحش قوي. تمام. وأوفر، فأنت مثلا 2.3 كويس، أقل من كده شوية كويس. أنا مناسب معايا هنا 2.3. تمام. نبص كده ونقرب، هنقفل الشرب ونفتحه، هنلاقي ان الشكل بقى ملحوظ. تمام. وبكده يعتبر ان احنا خلصنا يعني 80% من الصورة بتاعتنا. كل اللي علينا ان احنا هنشتغل في الالوان. تمام. هنيجي هنا وهنختار الوان البشرة الطبيعية بتاعتنا عادي المناسبة للصورة دي. تمام. هنختار كل لون والدرجات بتاعته، هنبدأ نشوف هنزود ولا هنقلل. تمام. ممكن نخليها مايلة على اللون الأورنج شوية عشان يبقى لون البشرة طبيعي. تمام. هنيجي هنا، أهم حاجة في البشرة عندك الأحمر والأصفر والوايت، هما دول ال3 ألوان اللي بيأثروا على البشرة. تمام. هنزود هنا الوايت شوية، هنيجي عند الجنتا وهنيجي نقللها، هنزود هنا حاجة بسيطة. تمام. هنفتح هنا حاجة بسيطة كده. تمام. نيجي عند البلاك، ده هنلاقي ان هنا بيأثر على لون الشعر. تمام. فاحنا هنزوده مثلا حاجة بسيطة بالشكل ده. تمام. الأسود ممكن نفتح حاجة بسيطة أو نغمق على حسب ما احنا محتاجين. تمام. هنيجي نقفل كده نشوف الألوان يعني تأثير ملحوظ والطريقة بسيطة جدا. تمام. وبس بعد ما خلصنا كده الألوان بتاعتنا من هنا، ممكن نخش عند فلتر كاميرا رو فلتر، وهنبدأ نعدل الألوان بتاعتنا النقصانة. تمام. مثلا لو الصورة بتاعتنا اللايت فيها اوفر شوية ممكن نقلله، محتاجين ان احنا نزود لايت هنزود. تمام. فاحنا هنا في الصورة دي هنقلل حاجة بسيطة exposure. contrast هنرفعها حاجة بسيطة. highlight هنقللها مثلا برضو حاجة بسيطة. الشادو هيأثر معانا في الشعر، فاحنا هنرفعه بس مش كتير. يعتبر ألوان الصورة مظبوطة شوية، فاحنا هنفتح الوايت شوية بالشكل ده، البلاك texture clarity بالشكل ده. تمام. في هنا برضو فلاتر كاميرا وفلتر لو حابين تضيفوا منهم أي حاجة. تمام. شبه اللون الجولد كده على البشرة. تمام. بس أنا شايف إن الألوان بتاعت الصورة مظبوطة، مش محتاجة أي حاجة. احنا بس هنظبط الإضاءة بتاعتنا. تمام. بالشكل ده. ممكن نزود هنا شرب مثلا سنة بسيطة لو محتاجين نزود شرب، مش محتاجين خلاص. تمام. الألوان بتاعتنا
لون الروج. وبكده ندوس اوكي. استنى معانا ان هي تحمل، ويعتبر احنا كده خلصنا الصورة بتاعتنا. تمام، هنعمل لها دمج بالشكل ده، وهنيجي نشوف قبل ما اشتغلنا على الصورة وبعد ما اشتغلنا على الصورة طلعت معانا بالشكل ده. تمام، وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. ويا ريت لو وصلتوا لغاية آخر الفيديو تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب، عشان في مفاجأة قريب جدا هتعجبكم. وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.